بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللي احنا أقبلناكم إن شاء الله ورمضان عند قيس اللي تقدم وإحنا مسلم يا رب اللي تقبله مننا إن شاء الله. اللي احنا يوم قدم ل السابع يوم بصحى ملينا لرمضان كو قيس هلبا عند الشافق دي بنتو واحنا قبي وركبنا لرمضان نوسو وروس عبطيا على لكن كنيتو الأعمار لقدام أكيد مع الأسر عمل عند قيس لقدام سبحان الله الدنيا تتكلس منه. رب اللي تقبل له منا إن شاء الله وصالح الأعمال لهبنا. ويوم إن شاء الله حديث نائب الرسول صلى الله عليه وسلم دي بقى نتهاجن حزل لنا حديث أبو هريرة سامعوته من الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الحديث ما شاء الله تبارك الله حديث عظيم جدا ومفيد جدا، فيه خير وبركة اللي ديبو، تسهيلها اللي ديبو، تيسيرها اللي ديبو، وتوضيحها اللي ديبو من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من ودحنا مثل أشياء لربي والرسول دوا بيلونا ولا أشياء للرسول صلى الله عليه وسلم وربي إيتي دوا لبيلونا. دي بقرآن حاجات حرام لقبأت أو حلال لقبأت، أو دي بالسنة الرسول حلال أو حرام لقبأت. كون تعامل مثل ميت لا ميزان لأبون دوا زناها لا ودبا اللي دي إلا حديث اللي دي بكل بساطة الرسول عليه الصلاة والسلام وضح يقولنا. أول حاجة لبيلايا الرسول لحاجة ليتي دوا لإبيلكم ريمو منا ويتقرباني بيلا إلا حاجة حق رب حرام تبيلا خلاص اجتنبها يعني قيس من سمطيت مسعان كل يتقربها. اجتنبها يعني سمطيت شق خلاص يا اخوان. اهل حاجات حق حرام قبت كل يتقربها. اذا من الا وكين ما هليت حاجات واضحه الا حاجات بس انت حرام تامركها من قبي، وحاجات كل سمطتش كاي هليت الابو مكره انت مضطري انت ناسي انت حتى الاب كان سبب وانت قادر انت لحاجات كثيرين من حق قبأك ربي بيليك ريم منا اجتنبها. طيب لحاجات يا رسول الله اللي بقى مركنا إلا حاجات دواء حق تبلانا منها طاعات ولا قربات خفف ديبنا إلا بيلا قدرتكم لبكم أكل دو منا بيلا. كيف يا أخوانا؟ مش الحاجات حق ربها أمرنا مش كل مفروض نوديها وحتى ينحدق منا كم سالة حرام حق ريمو منا بيلنا سمعا وطعا بكرمنا منا لا ما حلال قني ديو مش بنا كل لكم سالة رب أيوة لأنه الحرام كتيرين منه يعني ساهلته حاجات انت حتى مطلوبة منك يكون بس ريم منه خلاص. حاجات حرام تستطيع تستيع، حاجات حرام تتبلع تبلعها، حاجات نايكا يكون مثلا تقنحها السيد كا يكون يتقنحها، حاجات نايكا يكون يتتمتما. إلا حاجات حقو قريم من بلاوكا لريمة ولا سكاي يا أخوانا حقو تسكت حزل لك حتى يقال لك سكي. لكن لحاجات نعازل لحاجات يمكن أذهب عندي حياة من دي ترأك عن إلا حياة هرب منه وقسع منه السكة منه. لكن على حياة قادر له بلاوكا مقبي تأكي كلا حاجات انت بس حقو تيرين منها تحزل لك لريمة ساهلتها. لكن لحاجات داية حقو بلاوكا لو الداية يا أخوانا تروتو. فأذا مثلا بيت من هالليت أفرسها من البلوكا كل واحد جنوش وحبي ولا أفرس، لكن لبيت بناية من دلبلو كل واحد قال لبناية يقدرني حق قدام قدرته ألبوه علم ألبوه فهم ألبوه يبنيني. لا ما دين كنيتو لا دين بيلا رب الحاجات حق حرام قبريمو منا بيلا. طيب لحاجات يا رب حق انت دوا حق تلكنا خفف ديبنا بيلنا كل الأوامر يقول تقدروا ديبو يكون خفف كوديبكم أنا لإلات قدروا على قدر قدرتكم دوا منا بيلا. طيب الحاجات الله يعني ربي إيمان قا من قبي كرب آمنوا بيلنا آمنوا بي وإحنا آمنا أبو. طيب ورما سعينا ولا إيمانكم يتأتمومون من لبلانا ممكن لإيماننا شوية نتنازل منه؟ لا إيمان منه لا تنازل لا كفر. طيب ورا سكينة إن أصحاب طبيبية مثلا بيليني نع الرسول شتم
حردك ولا قل الرسول بس حاجته بالديبو مو ودانا زي اللي يا اخوانا قل من حسد قل سيدنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر قالوا له قول حاجة في الرسول، حاجة بلدي بالرسول. سيدنا عمار أبالي بالميت حاجة بل يعني حاجة اكيد يعني تعايره يعني. وطبعا يا اخوانا الرسول لا تعاير لا كفر. فهتر عمار شت أبا أقولهم ولا عزوبة قب أو عمل ولا الحصان وش مسكين العذاب حق بعض حديو بلا قلت شيء فيك يا رسول الله أنا حاجتي تبدي بكبيليو وإنت بكمس أنا أكفركو يا رسول الله. الرسول مبيليو إذا عادوا فعد كان مرة عذبوك من قبي وعاقبوك من قبي بل مشكلتي يكونني فرب القرآن لهجينا الرسول عند يذكر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بلا هجي ساكت من لسان قبا من قبي ولا لب يعني إيمان ملؤ ديب أنتو ونور الإيمان عندها الذيبو يعني حتى يضرون اللي كلام حقه مجبر قب أديب الإنسان بلا. لكن إنسان طبعا إذا كنا الرسول عند أبا الرسول شاتما من قبل لا كفر. لكن اللي حكم المضطر بقول حتى إيمان أنت عقيدة تخفيف ما صحينا أيوة أكرهوك من قبي يا إما تكفر يا حردك بلا وكم من قبي الإسلام بلا كارحكا انقف وهي أي حاجة يعني تدل على أنك أنت كم سالت الظاهر وقلهم كم كافر هليك مشكلة ألبوني. لكن لإنسان موت من قبي ديبا إيمان وديبا يقين له من أهل العزائم أنتم مشكلة ألبوني صبرك ورفضك لأنه يا أخوانا يرأيكم من اللي أصحاب الأخدود كلهم ما موتوا تأكفروا ولا بالملك ربي تتب لكم بيلو مين أكفرني بيلو كلهم. وآخر واحد ديبو مسيت على الجنيتايا أنا أسأت التل سادنا أتيكل وانتل والك ولا تأمنكم سلبيلاوا رددت مسكينة لجنيتايا أقول رحمت اللي ولي الإسيد دائما مسكين كني تأم فلا جنيتايا رب أتهاقوي كم بيلايا يما اتخير ليك صبر دي يا أمه اصبري إنك على الحق أنت تحق وتخير ليك بيلايا وخلاص أبيت وتولى والدت تأسات لقفهم. فلا يعني إنسان عزيمة ما نسأل من قبل. المهم يا أخواننا قدم مشكلته يكون لكن الإنسان يعني أزل الحاجات إحنا إيمان ديبو حتى إيمان ما الحكاية أنا قفقة كم قبل تخفيف ما سعى. طيب باقي الأحكام أولى مثلا هذا صلاة يعني قدر كم من قبل قلت السلة وانت تبطر تتقسكت السلة ابقى سايكا قدر كم من قبل حموم تعبان ليك عند أكرركت السلة حاجي قدر كم قبل قدرات ألعب ناي مال ناي أمن وسلامة يتيجيس خلاص رب إن شاء الله تعالى عافيك منا. إنسان صيامي قدره سفر على أقول حمام على أقول لا أفطر كل الأحكام لا إسلام رب لا قدرتكم لا إلى قدركم إباع على قدر طاقتكم أتومون بلا ولا تخفيف ورحمة من رب العالمين. عندي يكون أزل سلاد يعني لازم اندفع أركب باللي بتعركات السلب هو من قبل رب العالمين مو هذا الأدام للدورر قدام لي قدر قالوا سوبورتو قال اللي تات لكن رب العالمين تخفيف ودقنا ولا رحمة من رب العالمين. عشان كده يا اخواننا يعني الانسان ربي هو اللي افتبوا لانه رب رحيمته سبحانه وتعالى. الرسول مبين زيادة قلنا فهم انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم بين لقدام لك عدم يكون لعلى اللي توجيهات لانبيائهم هبوامتو بيلوام لحرام ريمو منه ولا حلال على حسب قدرتكم اتوم منه إلا حاجة إلا ندي أقتنعوا أبا مودع علو أسئلة بزوح للسائل يعني أسئلتنا يعني قل أمر عندك عوا إنسان قل أمر للسائل لا يكون أسئلتنا مغالطات يعني اللي كوتو كثرة مسائلهم أو حاجات حصلت حاجة إلا ممكن كن من اللي حصل اللي فتوى علون العلماء واسك إلا يوم العلماء اللي يفتوا انت حاجات حق حجوز التيه اللي كي تسأل مناني يعني الإنسان أن يخوض في مسائل لا يبنى عليها عمل يعني حاجات عمل اللي ترتب دي بقى تسأل منا اللي ساكت بس ضيع وقت وفتنته حاجات انت يعني طلبت منك يكوني قدام حاجاتي تشغلهم أبوني لا حاجاتي تأثر دي بهم دي إلا حياتهم. إذا احنا يعني بعد الناس إن رأى عنا مثلا قل قدام لبولهم الاستواء وقال الله عز وجل الاستواء على العرش والرحمن على العرش استوى وقل اشرحوا اقلهم وميتوا استواء وكوتوا استواء ومش عارف استواء. يا أخي إنسان مزارع مسكين سامع عنها لا زدي بياردينه سامع يكون نوس وميتوا استواء لبولهم إلا آية دي بقرآن التي الأمراني اللي مزارع دي بمزرعته لهلا ميتوا لما مطلوب منها هلا لا مطلوب منها هلا ربي هو الآمر كم ربكم سل قادرته
رب كل شيء تأديهوتو ربيتو لخلق ربيتو لنفع ربيتو لضرر كل شيء بإذا ربيتو وانبليه رب ألبوني وهتوتو قلهقياهو قلنا نسمع بنا وقلنا نتابعو بنا وهتوت جنة الآتينا وهتوت ساعة العاقب إلا حاجات إلا كل إن ده آمري الإنسان لمزارع فرهتنا يربي لبون ده تملأ رب الأبياء عند أباء ورب فتي عند وداق اللي دبو استواء من الأمر مشكلة يكون لكن أنت عندك يسك حاجات للمزارع اللي تفيدون إلا ممكن طلاب علم اللي تات ولا حاجات اللي قل أمور أبو لكن إنسان إذا سمع عن لها الذي بجاردينو سمع عن لها الذي بجرهتو سمع عن لها الذي بعطالو دي بعاهو زي يعني إلا حاجات اللي حقوي الأمر يخصصوا ديبوني بس المهم الحاجات الإنسان الأصول لا دين يقولوا الأمر بقول اجتهد بو مسائلها لا كمان حاجات حصلت إلا حاجات كأنه من الحصل حكم لدين مقلق باديباته ملو بالعلو العلماء تحصلك كأزم منا والناس كانوا يختلفوا الأنبياء ويقولون خالفوا علو إلا الرسول نهينا منه قلمي قل الرسول قلينا خالفه لا الرسول حاجات حقوا بيلايا إبقى أوامر هتلا بيلايا إبقى النيقيس لا علماء أنا حقوا نسأل لهم حاجات اللي حصلت ساكت إبقى لي نسأل لهم لإنسان يا إخواننا لإيمان نور التلب لإنسان لإيمان كا حقوا التلب كمسلأ يعني لقوتكم سلة دبر التلب كحقو تردتها الليل وكم سلة نور حقو بغيرها الذي بالبك الإيمان من جنة كيك الأكاني المهم الإنسان حرام حقو للأجل يريم من أبو وحلال هلاد من قبل حاجات قل اجتهد بو على قدر طاقته قل اتمنى ولا حديث العلماء قواعد نسأو منه يعني قاعدة مثلا من قواعد الإسلام يعني أساسيات للدين لبنو ديبا قاعدات مثلا بلولا المشقة تجلب التيسير الحاجات حق مشقتها اللي ديبا وصعوبتها اللي ديبا الإسلام خفف ديبك المشقة تجلب التيسير الحاجات حق صعوبتها اللي ديبا الإسلام خفف ديبك دين أكثر من اللي ديننا يا أخوانا رحمت لها اللي ديبو هلا هذا الحديث ذاته إن دق السينا من إن شرح ديبو يوم أبوابنا العلم ديبو للأتل هلا ديب صلاتك الحديث هلا أكل آيات قدرتك ديبك ديب زكاتك ديب حدك ديب حالة مرضك مثل قدام تتعامل من هليك ديب نبراك ديب ستايك إلا حديث ديب كل حياتنا ديب الأتي كل حاجة رب أمريك أبا من إلا أوامر الله دين صعبت ديبك وتردد ديبك من قبي الإسلام خفف لأبلا ديبك يسر رجلك قلمي لعبادتك على حسب قدرتك قد تقبل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رب حاجة دي بقدرتك لي قبت يحاسبك ديباني فلا حاجة دي بقدرتك قبت من قبي قلت هدايا بك على اللي تقدره منا الحاجة دي بقدرتك قبت من قبل ربي يحاسبك ديبا من اللي وكان دين ساهل ودين رحمة ودين بركات ودين تيسير يا أخوانا يهلاني وأنا كم سأل بينكم إلا حديث دي بكل الحياتنا دي بلأتي ورب لو وفقنا إن شاء الله تعالى يعني نطبقه المهم الإنسان يا أخوان أسئلة بزح إلى أبزحني يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم والإنسان يعني يتجنب كثرة الأسئلة والقلاطات والمشاكلات واللي وديها هلا لقدام ولكن الإنسان يعني اللي نور له إيمان وراحة له إيمان واللي يعني قوات له إيمان التلب الهلات هتات الإنسان لجنة آتيو إيمانكم بربي أسنو وربيكم فرهو ومن حرام من الريمو ولا حلال إلا ودو وإن شاء الله تعالى الإنسان حقه يتعلم لعلم لا نافع يقول يتعلم ولا علم لا فيدت حياته وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وإن شاء الله فجر إن شاء الله نتراكب دي مجلس من مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام منا أنوار ومنا قل ننسى وقل مسن الدار السور ربنا انفعلنا به إن شاء الله وإن شاء الله رمضان خير وبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.